والمدخله في السينما. الحاجه اللي نشكر عليها محمد علي هو اللي مادد يده للناس الكل. ما فماش اقصاء في المشروع هذا، اللي يحب يتدخل مرحبا به. حكيت مع محمد علي مطولا، ديما يعاود في نفس الموضوع. خويا اجاو شاركوا معنا، خويا اجاو مرحبا بكم، اجاو خلينا نعملوا حاجه. حكينا مع سي حسن الاسبوع اللي قبل اللي فات في نفس الاطار هذايا، اللي كونه المشروع هذايا راهو ماهوش عامله محمد علي اللي هو، والا عامله ليانا ولا الحمزه ولا الخليفه ولا غيره، راهو نظره شامله، محاوله نجم نقولوا، خلينا نقولوا محاوله لنظره شامله للقطاع. خويا اجا شارك، مشروع وطني، اجا مرحبا وخلينا نحكي. معنا محمد علي. مرحبا محمد علي، شكرا على قبولك الدعوه مره اخرى معنا، واكيد باش نعاودوا نرجعوا نحكيوا معاك محمد علي على المشروع هذا، وين فما الجديد ويظهر لي جديد موجود في المشروع هذا. اهلا بك خالد، شنو احوالك؟ شوف، هو اليوم المقترح تاع قانون الصناعه السينمائيه الحاجه الباهيه اللي هو كي مر مجلس النواب ما قعدش برشا يستنى، تو فما قانون الفنان قاعد يتم المناقشه نتاعو في لجنه الثقافه والسياحه والخدمات، وكان فما تمت برمجه جلسه استماع اولى لجهه المبادره ليوم الجمعه اللي صارت، ومن بعد تم تاجيلها لمزيد التنسيق، وان شاء الله لحد المعلومات اللي عندي انه الاسبوع القادم باش يكون فما اول جلسه لجهه المبادره لكتله الاحرار باش تقدم مشروع مقترح القانون. وفي الاثناء راهو نحن كما قلت لك معناتها المجمع المهني هو متبني المقترح القانون هذايا، وعملنا معناتها احنا شوف، احنا حكيت انه ما فات جمعتين التالي وقلت لكم راهو عندنا برنامج كامل باش نحاولوا نغيروا من الاقتصاد للصناعه السينمائيه في بلادنا، وقاعدين نسعوا معناتها بكل جهد بالحق معناتها باش نحسنوا مناخ الاستثمار في القطاع هذا. وهذاك علاش دعينا برشا مرات وعاودوا جدوا دعوتنا لوزاره الشؤون الثقافيه باش نتعاونوا مع كل الفاعلين في القطاع والجمعيات المهنيه والنقابات باش ننسقوا باش ننقحوا ونوحدوا التشريعات المنظمه لقطاعنا. سيفري المقترح القانون هذا هو حل من الحلول، اما فما زاد الاليات اللازمه للحوكمه واعاده الهيكله نتاع مركز الوطني للسينما والصوره وتنظيم معناتها وتطوير طريقه تسييره وتحسين خدماته، هذاك الهدف، وتعزيز دور المكتبه السينمائيه. هذا الكل يتطلب انه يتم النقاش على مستوى الناس الكل مع بعضها، الناس الكل يد واحده، خاطر تطبيق مقترح القانون هذا يتطلب انه فما اوامر تطبيقيه. او علاش نحن قدمنا في معناتها بيان صحفي خرج باسم الكونكت والمنظمه معناتها المنظمه نتاع الاعراف نتاعنا اللي ينتميوا لها والمجمع المهني للصناعه السينمائيه، وقلنا نقترحنا على كل الجمعيات اللي تخدم في القطاع خاصه الجمعيات القانونيه والشرعيه 3 مراحل باش نخدموا على تعريف بالقانون في اطار حلقات نقاش مرحله اولى، وقلنا باش تنتهي بتنظيم ايام دراسيه وطنيه، ونامل انه وزاره الشؤون الثقافيه تكون شريك رسمي، خاطر احنا في الايام الدراسيه هذه مثلا باش نحكيوا على حاجات تهم اقتصاد البلاد وتهم كيفاش نفسروا انه اليوم عندنا معناتها تحديات لتنميه قطاع السينما في تونس والاليات اللازمه لتطوير الصناعه. معناتها سيفري فما حاجات تخص القطاع مباشره وفما حاجات تخص تحسين مناخ الاستثمار بصفه عامه في البلاد، وفما ضروره للتنقيح نتاع التشريعات والحوكمه نتاع المركز واقتراح اليات جديده لتحفيز الاستثمار في البنيه التحتيه في قاعات السينما وفي الصناعات التقنيه في المجال السينمائي الاندستري تكنيك تسكي معناتها بوست برودكسيون معناتها واستوديوهات التصوير افلام. وقدمنا خطه نحن معناتها كمجموعه من السينمائيين اللي يخدموا على مقترح القانون هذا وصاغوه وتبنته كتله الاحرار. عندنا خطه وطنيه اقترحناها على وزارتنا للنهوض بمنظومه قاعات السينما. نحبوا قاعات سينما في كل معتمديه، وهذا ممكن بحلول 2030. علاش؟ خاطر احنا اقترحنا صلب مقترح القانون اليه الضمان البنكي عن طريق الصندوق بتاع تشجيع الاستثمار، الصندوق اللي حكينا عليه ممكن الساده المستمعين سمعونا ما اللي فات، حكينا على صندوق جديد باش يوفر اموال كبيره جايه من اهل القطاع ومن الناس اللي تستعمل في الصوره، كما مثلا لي فورنيسور دانترنت، كما تسكر صاله السينما، كما تاكس دوانير على سيبور دو ستوكاج والتليفونات الذكيه، وخاصه التلفز العموميه والخاصه كيعديوا السبوت بيبليسيتير. هذا الكل باش يكون المداخيل تاع الصندوق تاع تشجيع على الاستثمار اللي هو باب كبير في وسط مقترح القانون واللي احنا ندافعوا عليه ان شاء الله يتعدى. كي يتعمل الصندوق هذايا
فما بارتي من الفلوس هذوما باش يمشيو الاليه الضمان البنكي. هذا يخول انه الناس اللي تخدم في القطاع وتحب تستثمر في صاله سينما ولا ترمم صاله سينما ولا تستثمر في صناعه تقنيه للسينما ولا استوديو نتاع تصوير، هذا كل شيء ممكن اليوم. وهذا باش يحفز اصحاب الاموال واللي فون دانفستيسمون اجانب ولا توانسه انه يدخلوا زاد في الاستثمار، لانه فما قدره تشغيليه كبيره للقطاع هذا، لانه فما تو اليات جديده نحن زاد نحكيو عليهم اليوم لتحفيز ديناميكيه الانتاج، كما مثلا مقترح قدمناه لوزاره الماليه في اطار تحضير مشروع قانون ميزانيه 2025 اللي هو ليكزونيراسيون دو تي في الاعفاء المسبق لضريبه القيمه المضافه على تصوير الافلام الاجنبيه في تونس. يعني تولي انت وكانك معناتها اهديت للناس هذم يختاروا تونس كوجهه لتصوير افلامهم رميز ب 19% على مصاريف تصوير الافلام نتاعهم. هذا الكل حبينا نقترحوه نحن في ايام دراسيه 3 ايام على تيل شهر جوان. التاب روند الاولى باش تكون على اليات اللازمه لتعزيز ولوج الشركات الصغيره والمتوسطه للتمويل البنكي في قطاع السينما. الطابله الثانيه نحبوها تكون على تحديات تنميه القطاع السينما في تونس والاليات اللازمه لتطوير الصناعه. الثالثه دور السينما في تعزيز الجاذبيه الاقليميه ودور التنميه للصناعه السينمائيه في الجهات، وهذا عن طريق تطوير فكره استقطاب الافلام الاجنبيه. هالايام هذوما دعينا كنا وزاره الثقافه باش تكون شريك رسمي، وطلبنا من المركز الوطني للسينما والسينما انه ينضم لنا. ومن بعد فما مرحله ثانيه اللي هي باش تكون من شهر جويلية لشهر سبتمبر باش نخدموا مع مجموعه من الخبراء في اطار ورشات عمل لصياغه مقترحات نصوص ترتيبيه جديده تمكن من وضع الاليات اللازمه لتنفيذ خطه الاصلاح اللي طرحينها نحن في مقترح القانون. وهذه باش تنتهي زاد بايام دراسيه ولقاءات مفتوحه لتقديم النصوص هذه الترتيبيه. ونذكر مثلا من اهم النصوص اللي احنا قاعدين نحاولوا نحضروها باش ان شاء الله كان تعدى مقترح القانون ما نزيدوش نتعطلوا، اللي هو المقترح الخاص بتنقيح الامر 753 سنه 2012 اللي هو يتعلق بالتنظيم الاداري والمالي وطرق سير المركز الوطني للسينما والصوره، كيفاش نسميه المدير العام، كيفاش القطاع يشارك في اخذ القرار عن طريق مجلس التوجهات الاستراتيجيه والاستشراف، وخاصه مجلس المؤسسه اللي باش يولي هو يا خالد ياخذ القرار الترتيبي، عنده سلطه ترتيبيه. الاوامر القديمه اللي باش تتنحى لانه القانون القديم نتاع عام 60 مجله السينما اللي عملها الحبيب بورقيبه باش تتيح بدخول القانون الجديد حيث النفاذ. احنا عندنا جي 11 امر، الامر هذوما دعم والكاس بروفيسيونيل هذوما الكل شيء يتيحوا، لازم يتم تعويضهم بنصوص ترتيبيه جديده. اما باش ما نستناوش برشا، عندنا خاصيه في المؤسسات ذات صبغه غير اداريه اللي هي كما المؤسسه نتاعنا المركز الوطني للسينما والصوره. شنو هي الخاصيه دي؟ انه كل مؤسسه من النوعيه هذه عندها الحق في السلطه الترتيبيه. دونك مجلس المؤسسه نتاع المركز يجتمع ياخذ قرار ترتيبي يقول انا باش نعمل هاو كيفاش نعمل، هاو كيفاش نعمل كارت بروفيسيونيل، هاو كيفاش ننظم البيت يونيك، هاو كيفاش ننظم الشباك الموحد لتصوير الافلام الاجنبيه. هذا الى جانب مقترح زاد امر خاص بتنظيم صندوق التشجيع على الاستثمار اللي احنا توا قلت لك عنده باب في وسط المقترح نتاع القانون. المرحله الثالثه والاخيره باش تكون في من شهر اكتوبر لاخر العام ان شاء الله، وهي باش تكون في اطار حلقات نقاش وايام مفتوحه، وان شاء الله يكون المركز معنا المركز الوطني للسينما والصوره باش نتناقشوا في مختلف الخدمات والبرامج اللي يقدمها المركز اترافير المركز الجديد بيان سور في صيغته الجديده بعد اعاده الهيكله نتاعو عن طريق الوحدات ثمانيه وحدات اللي مطروحه صلب مقترح القانون. وهذا الكل راهو مفتوح، راهو سيفريت وانا نتكلم باسم كونكت. اما راهو هذا احنا راهو ما الا قوه اقتراح، واحنا رانا اتصلنا بالجمعيات الكل، وراهو تيلة عام ونص وضيفك المره اللي فاتت كان ذكر سي عادل العبيد قال راهو اتصل بينا. انا راني كنت بصفه شخصيه، راني انسان مواطن منتج، راني حبيت نصلح. بعثت للناس الكل ان شاء الله. الناس المره هذه تتلم، هاو هما طلبوا الجمعيات انه مجلس النواب يسمعهم باش يسمعهم في اطار لجان الاستماع، وجاوب السيد رئيس مجلس النواب امبارح في اطار كوميونيكي دو بوبليك. فهمتني؟ قاعدين نقدموا مع النواب، قاعدين نقدموا مع الوزارات المعنيه. انا نحترم برشا خالد قرار وزير، سامحني من لحظه ما كان ممكن نحترم برشا قرار السيد الوزير المكلف بتسيير وزاره الثقافه انه ما يحبش يدخل في الاصلاحات الهيكليه لانه يرى انه هو مكلف بالتسيير، ولكن المؤسسه نتاعنا اللي احنا نحبوها تتصلح. احنا طلبناها برشا مرات وطلبنا المكلف بالتسيير. جوستومون محمد علي كان نرجع بيك لنهار 19 ماي. نهار 19 ماي كان سياده رئيس الجمهوريه كان عمل زياره الى معرض الكتاب، وكان
مشى حتى للقسم الخاص بالمركز الوطني للسينما والصورة في جناح وزارة الشؤون الثقافية، وأكد على ضرورة مراجعة وإرساء نصوص تشريعية ثورية تساهم في النهوض بالصناعة السينمائية وتسمح بوضع الآليات اللازمة حتى تصبح تونس وجهة لاستقطاب تصوير الأفلام والأعمال الدرامية الأجنبية. هذا جزء صغير من من المقترحات نتاع رئاسة الجمهورية. لهنا معناه السؤال اللي يجي لبالي مباشرة، المركز الوطني للسينما والصورة، انت من قبيله تحكي على المركز الوطني للسينما والصورة، مادد يده ماهوش مادد يده، فما تفاعل ما فماش تفاعل؟ إعادة هيكلة يا خالد راهو زاد. مش مشكل، يجي معايا باش نعاودوا نهيكلوا، شو مشكل؟ هو اللي قاله حمزة صحيح، إعادة هيكلة. دونك كي تحكي على إعادة هيكلة فما نوع من الريزيستانس تلقاها، رغم انه فما تحسين ظروف العاملين بالمركز، لانه باش يتبدل القانون. طارح فكره انه يتبدلوا من النظام الاساسي الوظيفه العموميه تاع 83 للنظام الاساسي تاع 85، وهو احد الاقتراحات اللي اقترحتهم الوزيره السابقه ربي يذكرها بالخير مدام سونيا مبارك، حبت تعمله من 2015، ولكن وزاره الماليه كانت اعترضت على الاقتراح هذا في تنقيح المرسوم 86، لانه كان فما مشكل في البلان دو غوفرنانس. المركز ما عندوش خدمات تدخل له فلوس، وبالتالي شكون باش يخلص لا ديفيرونس في التمويل نتاع هالسالير والامتيازات الماليه اللي باش يتحصلوا عليها اعوان المركز. ولكن اليوم المركز كما قلت انت، اذا كان احنا لقينا كمجموعه من السينمائيين بعض الحلول التي ترضي الحكومه وماشيه في نفس التوجهات تاع السيد الرئيس، واحنا في تنسيق تام، معناتها احنا حتى مع رئاسه الجمهوريه كنا تواصلنا وبعثنا مقترح قانون وفهمنا انه معناتها داير معناتها في تنسيق تام، فهمتني، وحتى مع بعض الاعضاء في الحكومه. اما المشكله كما قلت لك الوزاره يدور لي صعيب عليها برشا انها تسيب تو دانكو المركز يخدم وحده. يعني الوزاره كي تعمل المركز يا خالد لازم يتفوتر نتفكر اللبس اللي كان موجود فيه، وهذا تبع شكون وهذا تبعني وهذا تبعكم، هذا خبز ولا خبز، مع شكون نخدم، هذا مسوس والا عادي، كل واحد وخبزه على الطاوله. التشريع شو يقول عندنا قانون عام 60 وعندنا مرسوم 2011، المرسوم يتناقض مع القانون، وبالتالي بحكم سيد رئيس الجمهوريه ماشي في توجه نتاع نغيروا المنظومه التشريعيه اللي تنظم القطاع السينمائي والثقافي، ونتكلم عامه على الثقافه. اليوم اذا كان احنا نقترحوا مقترح جديد اللي هو باش يعوض القانون تاع 60 ويعوض المرسوم وخاصه يغطي محمد علي، يلزم السي ان سي والوزاره يلزمهم يكونوا موجودين في المقترح هذا. انا من عندك انت مره اخرى، هاو انا نعاود نستغلوا من منبر الجوهره افلام اللي ديما راعيه للسينما والتطور نتاع القطاع نتاعنا، نعاودوا ندعو مره اخرى وزاره الشؤون الثقافيه وخاصه المركز الوطني للسينما والصوره اللي يتمتع باستقلاليه ماليه واداريه انه يدخل معنا ينخرط في المشروع هذا. رانا احنا عملنا الا المقترح، عملنا كان مقترح وراهو برافو عليك. اي مثال رانا نحطوا على الطاوله، ما عجبتكش حاجات يجي نبدلوها، يجي نحكيو. احنا معاك يجي اعطينا رايك يجي نحكيو. اليوم مش تقعد انت في بيروك وتقول لا انا ما نحبش والا تعمل سياسه الصمت ما نتكلمش. هو سي نعمل الحباسي كان تواصلنا، مش نحكي عليك انت محمد علي، نحكي على السي ان سي ونحكي على الوزاره. يعجبك انت مثلا يتعدى لك مشروع قانون صبوا كونكت وصبتوا مجموعه من النواب ويصادق عليه مجلس النواب، tu vas être dans l'obligation de l'appliquer. ماناش غادي والله. احنا شوف احنا تو ما يجيش. انا نحكي عليك انت، انا نحبك اليد في اليد مع بعضنا نمشي ونقدموا هذا الكل هذا الكل باش السينما نتاعنا يتحسن. واش احنا باش نكونوا هاو ما نبعدش عليك الاسباس. احنا طلبنا عندنا 3 ايام دراسيه نحبوا نعملوها في شهر جوان، ويقول لي بعث لك لي تيماتيك وشفت قداش مهمه، وفما شخصيات وطنيه كبيره في الاقتصاد والماليه تحب تشارك وابدات معناتها رغبتها في المشاركه في الحوارات هذوم. المركز الوطني طلبنا لي اسباس باش ما جاوبوناش. يعني مش معناتها انا خويا هات عطيني معناتها طلب تكري من عندهم سالة حتى نكري، ما يحبش ما يبقى با ساسوسيي، يقول لك انا ما عنديش ترخيص من عند رئيس الديوان، وسيد رئيس الديوان حكينا برشا مرات يقول لي احنا معاك في الاصلاح هذا سي اسعد سعيد. المشكله هاني قلت لك فما حاجه غريبه وكانه فما معناتها التغييرات الجذريه ديما محمد علي الوقت. محمد علي يعطيك الصحه، وان توكا واضح التوجه، برافو يعطيكم الصحه، كملوا كيما هكا. سورتو انا ديما اللي ناكد عليه هو مدان لدين، هو فتح الباب للحوار. يا خالد احنا هذا هو اللي ديما ناكد عليه.
خويا اجا نقعدوا على فرد طاوله تو نلقاو الحلول. على خاطر الكلام على المصلحه الوطنيه ماهوش كليشيه، ماهوش كليشيه. المصلحه الوطنيه انت تو تحكم عليا من بعيد. اجا خويا احكي معايا ميساج نتفاهموا. يلزم نرفع اللبسه ويلزم نرفع اللبسه. 9 بالضبط. لبنى حميده موجوده بحذانا باش تعطينا موجز 9 ليلا للانباء. يعطيكم الصحه الناس الكل. احنا نتقابلوا غدوه ان شاء الله كما العاده من نص نهار الماضي ساعتين في اشري تربح. ليلتكم زينه. باي. سينما